بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين. مرحبا بكم أعزائي طلبة السنة الثانية وأيضا السنة الثالثة ثانوي. إذا سنتناول هذا الدرس اللي هو النهايات بالحصر والمقارنة، يعني إيجاد نهاية دالة معينة باستعمال الحصر والمقارنة. إذا سنتعرف على هذه الطريقة لحساب النهايات اللي هي طريقة الحصر والمقارنة. فراح نتعرف على 4 مبرهنات. لدينا 4 مبرهنات. لدينا مبرهنة رقم 1. ماذا تقول المبرهنة رقم 1؟ مثلا لدينا الدالة F و G و H 3 دوال، ونقول عنها دوال دوال و L ما هو عدد حقيقي. إذا كانت ماذا؟ إذا كانت ليميت نهاية لما الإكس يؤول إلى A نهاية الدالة G لإكس ماذا تساوي؟ تساوي L، هذا العدد الحقيقي L. نكتبه باللون مخالف، اللون الأخضر بهذا الشكل. إذا كانت ليميت لما الإكس يؤول إلى A لجي لإكس يساوي L، و ليميت لما الإكس يؤول إلى A لH لإكس هي أيضا تساوي ماذا؟ تساوي العدد الحقيقي L. فإنه ماذا؟ ليس فإنه، ونقول ومن أجل كل عدد حقيقي x ماذا لدينا؟ لدينا هذا الحصر. لدينا f لx محصورة ما بين g لx و h لx، يعني لدينا هذا الحصر. فمنه ماذا نستنتج؟ لدينا نهاية الدالة g هي L، ونهاية الدالة H هي L. إذا نستنتج نقول أنه أكيد راح تكون نهاية الدالة F هي أيضا L. إذا نقول فإن نهاية ليميت لما الإكس يؤول إلى A، يعني دائما نفس العدد الذي يؤول إليه X، نفس العدد لكل الدوال. F لإكس ماذا يساوي؟ هو أيضا يساوي L بكل بساطة. هذه هي المبرهنة رقم 1 بالنسبة للحصر. هذه هي المبرهنة رقم 1 بكل بساطة. إذا كانت حصر بهذا الشكل، يعني F لإكس محصور ما بين G لإكس و H لإكس، حسبنا نهاية الدالة G لإكس مثلا عند العدد مثلا 2، فوجدناها تساوي مثلا زائد ما لا نهاية. وحسبنا أيضا لا نقول زائد ما لا نهاية، نقول مثلا لقيناها تساوي مثلا 1، وحسبنا نهاية الدالة H عند الاثنان أيضا وجدناها تساوي 1. فأكيد أن نهاية الدالة F لإكس عند الاثنان هي أيضا تساوي 1 حسب مبرهنة الحصر بكل بساطة. هكذا نقوم ببرهان هذه المبرهنة. إذن المبرهنة الثانية لا تختلف عن هذه. لدينا جي اف وجي واش دوال، وآل فتحة أعداد حقيقية. إذا كانت ليميت لما الإكس يؤول إلى A جي لإكس يساوي آل، وليميت لما الإكس يؤول إلى A اش لإكس، هذه الخطرة اش لإكس يروح لآل فتحة، يعني آل لا يساوي آل فتحة. إذن آل لا يساوي آل فتحة أكيد. ومن أجل كل x فإن f لx، إذا من أجل كل x لدينا f لx محصور ما بين g لx و h لx. هذه المرة ما راحش هل يساوي l أو يساوي الفتحة، لا يساوي أحدهما، وإنما نقول ليميت لما x يؤول إلى a لf لx نقول محصور ما بين النتيجتين. النتيجة ليميت لما الx يؤول إلى a لg لx لقيناها l، إذا منا راح نديرو l ومنا راح نديرو l فتحة. هذه بسيطة للغاية بكل بساطة. يعني نهاية الدالة جي لإكس
محصورة ما بين ال وال فتحة. ال هو نهاية الدالة جي لإكس لما إكس يؤول إلى لقينا ال، ليميت لما الإكس يؤول إلى أ لأش لإكس لقينا ال فتحة بكل بساطة بهذا الشكل. هذه هي المبرهنة رقم 2. إذا هذه هي المبرهنة 2. المبرهنة الأولى عندنا ال إذا ليميت لما الإكس يؤول إلى أ اف الإكس هي أيضا ال، لكن هذه المرة ال وهنا ال فتحة. إذا ليميت لما الإكس يؤول إلى أ اف الإكس محصورة ما بين ال وال فتحة بكل بساطة. إذا نذهب إلى المبرهنة الثالثة، مبرهنة رقم 3. المبرهنة رقم 3 ما تقول؟ لدينا اف وجي دوال عددية وآل عدد حقيقي. نقول إذا كانت ماذا؟ إذا كانت ليميت لما الإكس يؤول إلى أ لجي لإكس جدناها تساوي ناقص ما لا نهاية. لاحظوا جيدا ناقص ما لا نهاية، قلت ناقص ما لا نهاية بهذا الشكل. إذا نحذف هذه العدد حقيقي، إذا محتاجوش. وماذا؟ ومن أجل، ونقول ومن أجل كل عدد حقيقي x ماذا لدينا؟ انظروا جيدا ماذا لدينا. لدينا f لx يكون أقل من أو يساوي g لx. لازم تكون بهذا الشكل. من أجل كل x لازم f لx أقل من أو يساوي g لx. هنا ماذا نستنتج؟ فإن هنايا واش نقولكم؟ نقولكم باللي نهاية الدالة عند الأ لجي لإكس يساوي ناقص ما لا نهاية، يعني هذه ناقص ما لا نهاية، وإف لإكس أقل من أو يساوي جي لإكس. واش معناتها؟ هذه ناقص ما لا نهاية وهذه أقل من، يعني أقل من ناقص ما لا نهاية. وش هي نهاية الدالة جي إف لإكس لما الإكس يؤول إلى أ؟ بما أنها أقل من الناقص ما لا نهاية أكيد هي أيضا ناقص ما لا نهاية، تذهب إلى الناقص ما لا نهاية. نعم، فإن ليميت لما الإكس يؤول إلى أ لإف الإكس تساوي ناقص ما لا نهاية. يعني وش هو العدد الأقل من ناقص ما لا نهاية؟ هو أكيد ناقص ما لا نهاية بكل بساطة. يعني حاجة أقل من ناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية. كون نقول لك ناقص مليار، نقول لك أعطيني قيمة أقل من ناقص مليار، تقول لي ناقص 2 ملاير. يعني نفس الحكاية، كي نقول لك قيمة أقل من ناقص ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية. إذا هذه هي المبرهنة رقم 3. المبرهنة رقم 4 لا تختلف عن هذه المبرهنة. نكتب هنا مبرهنة رقم 4. وش الاختلاف؟ هنا عندي اف وجي دوال. إذا كانت ليميت لما الإكس يؤول إلى جي لإكس، الخطرة هذه نلقاوها جي زائد ما لا نهاية في المبرهنة رقم 4. نلقاو الخطرة هذه زائد ما لا نهاية. ومن أجل كل عدد حقيقي إكس الآن المتراجحة راح تكون بهذا الشكل، ليست أقل من أو يساوي، وإنما اف لإكس أكبر من أو يساوي جي لإكس. هنا وش عندنا؟ هنا نقول فإن هنا شوفوا معي مليح. عندنا ليميت لما الجي لإكس وين راحت الزائد ما لا نهاية، ولدينا اف لإكس أكبر من زائد ما لا نهاية. وش هي الحاجة اللي كبر من زائد ما لا نهاية؟ كون نقول لك وش هي الحاجة اللي كبر من مليار زائد مليار، تقول لي زائد 2 ملاير. معناه لما نقول لك ما هو الشيء الذي أكبر من زائد ما لا نهاية، واش تقول لي؟ تقول لي زائد ما لا نهاية بعد. أيوا، معناها نهاية الدالة اف لإكس عند الأ هي أيضا تساوي زائد ما لا نهاية، لأنه اف لإكس أكبر من أو يساوي جي لإكس، يعني أكبر من جي لإكس، ونهاية جي لإكس هي زائد ما لا نهاية. إذا أكيد راح تكون نهاية اف لإكس هي أيضا زائد ما لا نهاية بكل بساطة. إذا هذه هي النهايات. إذا هذه هي المبرهنات الأربعة اللي لازم نعرفوهم قبل الولوج والذهاب إلى التمرين. يعني هذا حوايج لازم نعرفوهم. الآن نروحوا للتمرين هذا اللي هو تمرين جد بسيط. لدينا قال احسب النهايات التالية باستعمال مبرهنة المقارنة أو الحصر، باستعمال الحصر أو باستعمال المقارنة. إذا أول حاجة لازم نعرفوها أنه الدوال كوسينيس والدالة سينيس ماذا؟ محصورة ما بين
ماذا؟ ما بين الناقص واحد والواحد. هذه لازم تعرفوها، محصورة ما بين الناقص واحد والواحد، وليس لها نهاية عند الناقص ما لا نهاية والزايد ما لا نهاية. ما عندهاش نهاية عند الناقص ما لا نهاية، وما عندهاش نهاية عند الزايد ما لا نهاية. لذلك مبارهة الحصر نلقاو ديما نستعملوها مع الكوسينيس والسينيس، لأن الدوال الأخرى نستطيع أن نقوم بحسابها بدون مبارهة الحصر. ومبارهة المقارنة هذه نستعملوها، قادر نستعملوها مع الجذور، وأيضا نحتاجوها أيضا في المتتاليات، في وحدة المتتاليات. فهذو حوايج لازم تعرفوهم تدريجيا حتى تتمكنوا من هذا، من حساب النهايات باستعمال الحصر والمقارنة. الآن انطلاقا من هذا الزوج تعاريف راح نحسبوا نهاية الدوال باستعمال المقارنة. إذا لدينا الدالة الأولى، راح نحسبوا النهاية الأولى ثم النهاية الأولى الثانية. نبدأ بالنهاية الأولى. قال ليميت ما كان لها نكتب منها، نشرح مباشرة من هذه الجهة. عندنا ليميت لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية. هنايا قال احسب باستعمال الحصر، يعني ما دام قال لي بالحصر مباشرة نروح نستعمل بالحصر، لأنه أصلا لو كان نجي نقول لك ما هي نهاية، ما نقول لك ليميت لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية كوسينيس إكس، واش تقول لي؟ تقول لي بلي ما كانش نهاية عند لا الكوسينيس عند الزايد ما لا نهاية ولا الناقص ما لا نهاية، يعني هذه واضحة. الآن واش قلنا؟ ماذا نقول؟ أول حاجة لازم ننطلق من هذا التعريف، هذا التعريف تاع كوسينيس محصور ما بين ناقص واحد والواحد. نكتب كوسينيس إكس محصور ما بين الواحد والناقص واحد، هذه أكيدة ومعروفة. الخطوة الثانية واش راح نديرو؟ راح ننطلقوا من هذا التعريف، راح ننطلقوا نعاودوا نكتبوها بهذا الشكل، يعني لازم نكتبوها بهذا الشكل. هذه الدالة لازم نكتبوها بهذا الشكل، هذه الكوسينيس هذه الداخل لازم نعاودوا نكتبوها بهذا الشكل. واش نديرو؟ نشوفوا بلي كوسينيس هنايا قسمت على إكس مربع، وإكس مربع تعرفونها قيمة موجبة، قيمة موجبة. نعم. إذا الآن لما نقسم على قيمة موجبة فلن تتغير المتباينة، إذا نقسم على قيمة موجبة وبدون أن تتغير المتباينة، إذا نستطيع أن نقسم كل الأطراف. إذا مادام قسمت هذا الطرف على إكس مربع، إذا هذا الطرف أيضا سنقسم على إكس مربع، على إكس مربع. إذا نستطيع قسمة على عدد موجب، لن تتغير المتباينة. ثم واش راح ندير؟ سنضيف واحد، نضيف واحد. إذا نضيف واحد من هنا، نضيف واحد من هنا، ونضيف واحد هنا. إذا هنايا لداخل نشوفوا باللي رانا وصلنا العبارة تاعنا هذه، العبارة تاعنا هذه. هاي لكم واحد واحد لكم نجيبوا منا، يعني عملية الجمع تبديلية، واحد زائد كوسينيس إكس على إكس مربع. هاي لكم العبارة تاعي. الآن كيف راح نحسب النهاية تاعها؟ قلنا نحسب النهاية تاع هذه عند الناقص ما لا نهاية، والنهاية هذه عند الناقص ما لا نهاية، ثم إذا لقيتهم متساويين فمباشرة نقول أن نهاية هذه الدالة هي من نهاية زوج دول هذو. كيفاه؟ تابعوا معي جيدا. ليميت نبدأ بهذه العبارة، نبدأ بهذه العبارة. ليميت لما الإكس يذهب إلى الناقص ما لا نهاية، العبارة مكتوبة واحد ناقص إذا زائد ناقص أكيد ناقص على إكس مربع. نعوض جاي عادي، هذه اللي نقدروا نحسبوها عند الناقص ما لا نهاية عادي. ناقص ما لا نهاية مربع زائد ما لا نهاية، واحد على زائد ما لا نهاية صفر، إذا هذه صفر. واحد ناقص صفر هي واحد، إذا هذه النهاية هذه واش لقيناها عند الناقص ما لا نهاية؟ لقيناها واحد. واش نزيدو نديرو؟ نزيدو نحسبو نهاية هذه العبارة عند الناقص ما لا نهاية. ليميت لما الإكس يؤول إلى الناقص ما لا نهاية، العبارة مكتوبة، نكتب واحد أولا زايد واحد على إكس مربع. إذا نعوض زايد ناقص ما لا نهاية مربع زايد ما لا نهاية، واحد على ما لا نهاية صفر، واحد زايد صفر أكيد هذه تساوي واحد، إذا هذه النهاية تساوي واحد. ومن هنا نستنتج أنه باستعمال مبرهنة الحصر فإن هذه نهاية هذه العبارة تساوي واحد أكيد. إذا نهاية هذه العبارة تساوي واحد.
بكل بساطة، لأنه هذه تساوي 1 وهذه تساوي 1، أكيد أنه هذه تساوي 1 بكل بساطة. الآن نحسب النهاية الثانية. النهاية الثانية سينوس 2 إكس مربع زائد 2 على إكس زائد 1. لما نقول سينوس إكس محصور ما بين ناقص 1 والواحد، فليس فقط سينوس إكس، وإنما سينوس أي حاجة موجودة هنا دائما محصورة ما بين ناقص 1 والواحد. إذا لو نقول سينوس 2 إكس مربع هي أيضا محصورة ما بين ناقص 1 والواحد، كما هاي سينوس 2 إكس مربع محصورة ما بين ناقص 1 والواحد. الآن نريد أن نوصل إلى هذه العبارة، إذا نضيف 2. أول حاجة نشوفوا بلي 2 راهي في البسط، إذا نضيف أول حاجة نضيف 2. نضيف 2 إلى كل الأطراف. إذا نضيف من هنا 2، وهنا كانت 1 زائد 2، إذا راح تولي 3. وهنايا ناقص 1 نزيدوا لها 2، ناقص 1 زائد 2، إذا هي 1. إذا أصبحت المتراجحة بهذا الشكل. ثم الآن الخطوة الثانية، نقسم على إكس زائد 1. لكن لاحظوا جيدا، هنايا عندنا إكس مربع قيمة موجبة. إكس مربع قيمة موجبة، لكن إكس زائد 1 هل هي قيمة موجبة؟ إكس زائد 1 ليست قيمة موجبة، تنعدم عند ناقص 1. لو درنا دراسة إشارتها تنعدم عند ناقص 1 وماذا؟ ومن هنا سالبة ومن هنا موجبة بكل بساطة. وبما أنها راهي في المقام فهي قيمة ممنوعة، إذا مجال التعريف تاعها أصلا هو R ما عدا ناقص 1. إذا سالبة من هذه الجهة وموجبة من هذا المجال اللي هو من ناقص 1 حتى لزائد ما لا نهاية موجبة، ومن ناقص ما لا نهاية حتى لناقص 1 سالبة. إذا هنا واش راح نديرو؟ هنايا راح نديرو مجالين، نقول من أجل ماذا؟ إكس ينتمي إلى، نبداو بالمجال هذا من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص 1، من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص 1، من أجل إكس ينتمي إلى هذا المجال. هنايا نقسم، إذا قسمنا على إكس ناقص 1 إكس زائد 1، هنايا واش تكون الإشارة؟ ناقص. إذا لما تكون الإشارة ناقص واش يصرى للمتباينة؟ لما نقسم على عدد سالب واش يصرى للمتباينة؟ تتغير المتباينة. إذا لما نقسم على عدد سالب، احنا على بالنا مثلا تكون هكذا بهذا الشكل، مثلا هنايا عندي 2 وهنايا إكس. إذا قسمنا على ناقص 1، هنايا على ناقص 1 واش تولي؟ تتغير المتباينة، تولي هك، منها تولي ناقص 2 ومنها ناقص إكس، تتغير المتباينة بكل بساطة. إذا هذه نعرفوها في سابقا في دروس السنوات الماضية. الآن واش راح نديرو؟ إذا قسمنا على عدد سالب إذا راح تتغير المتباينة. إذا نكتب سينوس 2 إكس مربع زائد 2، نخليهم هذو كيما راهم. إذا كاينة زوج حوايج، إما نقلبهم بهذا الشكل ونخلي الأعداد هذو كيما راهم، وإما نخليهم كيما راهم ونجيب العدد هذا، إذا هذا الطرف وهذا العدد نجيبه للطرف الآخر. إذا كانت 3 نجيبها منا و1 نجيبه منا، ولكن ما ننساش راني قسمت. إذا راني قسمت على العدد السالب اللي هو إكس زائد 1. ما تنساوش رانا قلنا من أجل إكس ينتمي إلى المجال السالب، إذا على إكس زائد 1 ومنا على إكس زائد 1. الآن قمنا بحصر هذه النهاية. فالآن حنايا واش نديرو؟ هنايا واش راح نديرو؟ هنايا رانا درنا في المجال. إذا هنايا عندنا المجال تاعنا من ناقص ما لا نهاية لناقص 1، لكن هو واش قال لي يحسب عند الزايد ما لا نهاية. إذا احنا نحتاج المجال الآخر. إذا أنا حبيت نشرح لكم هذه الخطوة باش تفهموا، يعني من بعد إذا حبيتوا تحسبوا عند الناقص ما لا نهاية، إذا كانت النهاية هذه حاب يحسبها عند الناقص ما لا نهاية، الآن نجي ندير الخطوة هذه، لكن الثانية أنه من أجل
x ينتمي إلى المجال الآخر اللي هو من ناقص 1 حتى لزائد ما لا نهاية، وهذا هو المجال اللي نحتاجه. علاه نحتاج المجال هذا؟ لأنه هو قال لي احسب عند الزائد ما لا نهاية، النهاية عند الزائد ما لا نهاية، والزائد ما لا نهاية موجود من هذا المجال بهذا الشكل. إذا لما نقسم على x زائد 1 راح يكون على هذا المجال راح تكون موجبة، إذا راح نقسم على عدد موجب، إذا لن تتغير المتبينة، إذا لن تتغير المتبينة، وراح تجي بهذا الشكل، راح تكون سينيس 2x مربع زائد عفوا هنا نقفل زائد 2 على x زائد 1 اللي هو قيمة موجبة، يعني راني هنا. إذا راح نقسم على هنا تكون 3 لأنه ما تتغيرش المتبينة، لأنه ماذا؟ لأنه العدد x زائد 1 على المجال الموجب. إذا هنا x زائد 1 ومن هنا 1 على x زائد 1. الآن نحسب نهاية هذا الطرف عند زائد ما لا نهاية، ثم نهاية هذا الطرف عند زائد ما لا نهاية، فنجد مباشرة هذه النهاية. إذا هذه لما نحسبها عند زائد ما لا نهاية ليميت لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية، نشوفوا باللي 1 على زائد ما لا نهاية أكيد 0، وهذه أيضا 3 على زائد ما لا نهاية أكيد 0. إذا هذه تذهب إلى الصفر وهذه الصفر، إذا هذه النهاية أكيد راح تساوي هي أيضا الصفر. هنايا لو نفرض أنه هو قالنا لما القيمة المطلقة ل x تذهب إلى زائد ما لا نهاية، معناه عند الناقص ما لا نهاية ثم عند الزائد ما لا نهاية، يعني نجي نحسب عند الناقص ما لا نهاية ثم نجي نحسب عند الزائد ما لا نهاية. أكيد هنايا أيضا عند الناقص ما لا نهاية لو نحسب النهاية هذه عند الناقص ما لا نهاية 1 على ناقص ما لا نهاية صفر، وهذه أيضا على ما لا نهاية صفر، ثم هذه راح تكون هي أيضا تساوي الصفر عند الناقص ما لا نهاية بكل بساطة. إذا توله لهذه لما يكون المقام موجب كما x مربع نقسم وما نغيرش المتباينة، لكن لما يكون x زائد 1 بهذا الشكل راح ندير مجالين، المجال الأول السالب اللي راح تكون فيه سالبة، ندرس الإشارة باش نخرج الإشارة تاع هذا المقام، ف نغير المتباينة لما يكون المجال سالب، ولا نغير المتباينة إذا كان المجال موجب بكل بساطة. إذا هذا فيما يخص نهاية بالحصر والمقارنة. نزيد نهاية أخرى باش نفهموا المبرهنة رقم 3 والمبرهنة رقم 4. مثلا عندنا ليميت لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية للدالة اف لإكس يساوي مثلا نقول ناقص ما لا نهاية، حسبناها، وقال في التمرين اش لإكس ماذا؟ أقل من أو يساوي اف لإكس، عفوا نعم هكذا بهذا الشكل. نعم هنا يقول احسب أو استنتج أوجد ليميت لما الإكس يؤول إلى الزائد ما لا نهاية الدالة اش لإكس. هنا تلاحظ أنه نهاية الدالة اف لإكس هي عند الزائد ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية، و اش لإكس أقل من اف لإكس، فوش هي الحاجة اللي أقل من ناقص ما لا نهاية؟ حاجة أقل من ناقص ما لا نهاية هي أكيد ناقص ما لا نهاية. إذا نقول ليميت لما الإكس يؤول إلى ليميت لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية اش لإكس أكيد هي ماذا؟ هي ناقص ما لا نهاية. نفس الشيء لو تكون ليميت لما الإكس يؤول إلى نقول إلى زائد ما لا نهاية أيضا لقيناها تساوي زائد ما لا نهاية، وعندنا في القانون أنه اش لإكس أكبر من أو يساوي اف لإكس. قال أوجد ليميت لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية لأش لإكس. هنا نرى أنه ماذا؟ نرى أنه اش لإكس أكبر من اف لإكس، وعندنا اف لإكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية. وش هي الحاجة اللي كبر من زائد ما لا نهاية؟ أكيد هي زائد ما لا نهاية بكل بساطة. إذا ليميت لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية اش لإكس هي زائد ما لا نهاية بكل بساطة. إذا هذا فيما يخص هذا الدرس.
أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس ولو بالقليل. زيدوا حلوا تمارين من الكتاب المدرسي وأيضا تمارين من الكتب الخارجية. فلا تنسوا لنا بالدعاء بالصحة والعافية والاستمرار معكم في هذه القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.